لما حد يتجاهلك بعد ما كان مهتم بيك، أو بقى مطنشك، أو بقى مشغول عنك وبقى مهملك ومش مهتم بيك زي الأول. لو انت عايز تعاتب الشخص ده أو تحاسبه أو تقوله انت ليه ما بقتش مهتم زي الأول، انت كنت قريب مني جدا وبتحاول ان انت تتعرف عليا بكل الطرق، ساعتها اسأل نفسك سؤال: هل من حقي ان انا احاسب الشخص ده انه ما بقاش مهتم بيا ولا لأ؟ هل ده في الحدود بتاعتي ان انا اعمل كده، ولا دي حاجة زيادة عن الحدود بتاعتي ان انا اعملها؟ الرد على السؤال ده هيريحك ويخلص لك كل الحوارات دي. هتقولي لا يا نور مش من حقي، بس على فكرة هو اللي مقرب مني من البداية وسامح لكل الكلام ده ان هو يحصل. يعني هو يقرب مني ويهتم بيا ويخليني انا كمان اتعلق، وفي الاخر بعد كل ده يختفي مرة واحدة، او مرة واحدة يبقى بمزاجه ان هو يتجاهلني وما يبقاش مهتم. هقولك مش معنى ان هو سمح انك تهتم بيه وان هو كمان يهتم بيك ان الشخص ده كده بيتعامل صح من الاول. طب ما هو كمان غلط، لان هو كمان تعدى الحدود بتاعته لما بدأ يهتم بيك ويقربك منه وانتوا مفيش بينكوا ارتباط. يعني اصلا الموضوع كله بادئ غلط، وخلينا متفقين ان اي موضوع في الدنيا بيبدأ غلط او اول خطوة فيه بتبدأ غلط هيفضل يستمر الغلط فيها من غير ما انت تحس. يعني انت هتبدأ تعاتب الشخص ده وانت مش حاسس ان انت اصلا مش من حقك تعاتبه، فانت لازم تبدا ان انت ترجع خطوه لورا وتقول لا انا مش من حقي احاسبه. ساعتها هتلاقي نفسك بترجع خطوتين تاني لورا وتقول هو اصلا مش من حقي اكلمه لان مفيش حاجه بينا. ليه؟ لان الموضوع بدا غلط، فبالتالي كل الحاجات اللي بعديه مشيت غلط، فانت لازم ترجع كذا خطوه لورا وتصلح الغلط ده. يا سيدي هو بيلعب بيك ومبين لك ان في حاجه بينكو، ومره واحده كده جه على مزاجه ان هو خبط لزق طنشك وبقى متجاهلك وحط في باله ان مره واحده ما بقاش في حاجه بينكو، ساعتها هو من حقه لان فعلا مفيش حاجه بينكو، فساعتها انت اللي هتتضرر في الموضوع كله. وحتى لو انت عاتبت الشخص ده، يعني لو انت جربت في مره ان انت تعاتب شخص عشان هو مش مهتم بيك، الموضوع ده اصلا هيجيبك ورا مش هيطلعك لقدام. يعني كده كده مش هتكون استفدت حاجه، ولا الموضوع هيتحل، ولا هتلاقي الشخص ده اتعدل معاك وبقى بيهتم بيك تاني. يعني كده كده في كل الاحوال مش هتستفاد، بالعكس ده هيبوظ اكتر وهيهملك اكتر.